إذن اختلفت الآراء حيال حلول المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين متقدمة على روسيا في الإنفاق العسكري لعام 2015. ما طرح السؤال التالي: ما حاجة المملكة فعليا لهذه الترسانة العسكرية الضخمة؟ وأي تهديد يدفعها لأن تنفق 87 مليار دولار في عام واحد من أجل التسلح؟ ضيوف في النقاش من جدة العميد حسن ظافر الشهري الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، من بيروت أيضا الخبير العسكري العميد إلياس فرحات. أهلا بكما في مسائية DW. يعني صراحة المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية يعني التسلح والإنفاق ويعني شراء الأسلحة. سيد الشهري، أبدأ مع حضرتك. السؤال الذي يطرح فلنطرحه: ما حاجة المملكة لهذه الترسانة العسكرية الضخمة؟ وأي تهديد يعني وخطر يدفعها لكي تنفق 87 مليار دولار في عام واحد على التسلح؟ شكرا السيدة ديما، تحية لك وللعميد إلياس ولمشاهديكم. أولا لا يمكن الركون إلى مثل هذا التقرير وهذا الرقم، ونحن في المملكة العربية السعودية وندرك حجم ميزانية الدولة، وهي أقل بكثير ما تنفق الدولة على قطاع واحد مثل الصحة أو التعليم. المملكة العربية السعودية قارة، بلد كبير جدا تعادل غرب أوروبا بالكامل، آلاف الكيلومترات البحرية والبرية. العالم العربي وبالذات الخليج العربي مستهدف. المملكة العربية السعودية تحتل مركز مرموق سياسيا ودينيا واقتصاديا على مستوى العالم وبالتالي هذه المقدرات التي لدى المملكة لا بد من قوات مسلحة تحميها. وقد نجحت المملكة العربية السعودية كدولة ثانية بعد الولايات المتحدة في تشكيل تحالف عربي ضد مشروع إيران في اليمن، ونجحت أيضا في تشكيل تحالف آخر عربي إسلامي لمحاربة الإرهاب من 40 دولة وقد يزيد. وبالتالي مسؤولية المملكة العربية السعودية، الملك سلمان حفظه الله قال: المملكة العربية السعودية تدافع عن الأمة وتتعاون معها، والأمة أيضا تدافع عن المملكة العربية السعودية، ومن يعتدي عن المملكة العربية السعودية فهو يعتدي على الإسلام. عظيم. سيد الشهري، فقط يعني لأنك ذكرت نقطة مهمة، ألا وهي يعني أن الموازنة من أجل التسلح يعني لا تختلف عن الموازنة التي تخصص لقطاعات أخرى حسب المعلومات الرسمية الموجودة الآن بين يدي، وهي يعني معلومات رسمية مفترض أن تكون من الرياض. الموازنة العامة المخطط لعام 2016 على سبيل المثال: قطاع التعليم خصص له 51 مليار دولار، قطاع الصحة 28 مليار دولار، الموارد الاقتصادية 20 مليار دولار، بينما المرتبة الأولى يعني كميزانية تم تخصيصها بحوالي 57 مليار دولار للقطاع العسكري والأمني. يعني أيضا هذا يدل على ماذا تحديدا؟ على الخطر الذي يواجه المملكة وهي تدافع عن الأمة الإسلامية كما ذكرت، أم هناك بالفعل يعني نوع من التهديد تعيشه المملكة حاليا لكي تخصص أيضا نفس الشيء لعام 2016 على الرغم من تراجع أسعار النفط وأيضا وجود عجز في الميزانية والتي ذكرته المملكة في عام 2015؟ سيدتي الفاضلة، الرقم اللي ذكرتيه إن أخذنا بمصداقيته ف 57 مليار دولار توزع لأربع جهات عسكرية، من الحرس الوطني ووزارة الداخلية، وفي أعداد كبيرة جدا. والسعودية تعاني من الإرهاب وتحتاج إلى آلاف العسكريين والبنى التحتية لحدودها، من حرس الحدود في وزارة الداخلية. وبالتالي القوات المسلحة لها نصيب، قد يكون لها نصيب الأسد ولكن ليس المبلغ الكلي، وإنما حوالي تقريبا النص أو أكثر. وبالتالي الأرقام التي تذكر هنا أو هناك ليست دقيقة ولا يمكن الاتكاء عليها. طيب، شكرا لك للتوضيح. يعني كان فقط يتوجب علينا أن نعقب على الموضوع. سيادة العميد إلياس فرحات، يعني قوة الردع السعودي كما يقول العديد من المراقبين شهدت نموا يعني قل أن يشهد العالم مثيله على مر التاريخ في غضون فترة وجيزة جدا. السؤال الذي يطرح الآن: ما التغيرات من وجهة نظرك التي طرأت على العقيدة القتالية للقوات المسلحة السعودية منذ عام فقط؟ الواقع أن قرار التسلح السعودي هو قرار سيادي، يعني اتخذته قيادة المملكة نظرا لحسابات استراتيجية قامت بها، وقررت أن يعني تقوي نفسها عسكريا في مواجهة تهديدات محتملة هي ارتأتها وهي التي تحددها. أما تغيير استراتيجية كما تفضلت سيدتي،
يعني المملكة لم يعني في تاريخها لم تكن تتدخل عسكريا في خارج حدودها، إنما كانت تحمي نفسها. وطبعا كما قال ضيفك الكريم أن دولة مترامية الأطراف لديها أسطول شرقي وأسطول غربي ولديها خطوط ساحلية وحدود ويعني وتهديدات إرهابية، يعني حازت على كمية كبيرة من السلاح المطلوب لهذه المهمة. أما اليوم فبعد تراجع أو انهيار الجيش العراقي وانهيار الجيش السوري وأيضا الجيش المصري انشغاله في مكافحة الإرهاب، أيضا المملكة العربية السعودية تجد نفسها أيضا في مواجهة الإرهاب وتحاول أن تقوي نفسها، عسى أن تكون القوة العربية يعني الوحيدة التي حسب ما تخطط له وحسب ما تراه تراعي الأمن العربي ضد التهديدات المحتملة. أما موضوع التهديدات المحتملة هناك خلافات حول ماذا يهدد أمن المملكة وما هي أولويات التهديد. هل هو تنظيم داعش الذي قام بعمليات تفجير في أبها وفي نجران وفي القطيف ومناطق أخرى، أم تنظيم القاعدة الذي ينتشر على ساحل الجزيرة العربية من اليمن، أم هو إيران، أم هو يعني حركات أخرى؟ هذا يعني يعود القرار للمملكة. إنما لا شك أن التهديد الإرهابي هو تهديد خطير جدا، إن كان من جهة داعش وإن كان من جهة تنظيم القاعدة الذي بات يسيطر على قسم كبير من ساحل الجزيرة في الجنوب. يعني حسب تحليلك سيد فرحات بأن التهديدات التي تواجه المملكة والتي ذكرتها أيضا سيادة العميد الشهري يعني تحتاج بالفعل لهذه الترسانة العسكرية الضخمة، وأيضا يعني لهذا الإنفاق العسكري الضخم. هل هذا ما أفهمه من حضرتك سيد فرحات؟ لا، أفهم أن القرار هو قرار سيادي. قيادة المملكة ارتأت ذلك. يعني أنا كمراقب يمكن أنا إذا كنت مواطنا سعوديا أو قوة سياسية سعودية أسائل قيادة المملكة لماذا الأولوية هنا أو هناك. أما كمراقب خارجي فليس لي يعني في هذا الموضوع إلا أن أفهم أن قيادة المملكة قررت يعني تعزيز قواها العسكرية لمواجهة التهديدات المحتملة لأمنها واستقرارها. طيب، هناك تهديدات عدة في منطقة الشرق الأوسط سنتحدث عنها، ولكن بما أننا نتحدث عن الجدل وأيضا بعض الانتقادات لهذا التسلح يعني الكبير وهذه الميزانية، سيادة العميد الشهري، هناك ما ينتقد بأن نسبة البطالة وحسب الإحصاءات الرسمية السعودية يعني وصلت إلى أكثر بقليل من 11%، ويقال بأن في الوقت الذي يجب أن تؤمن المملكة العربية السعودية وظائف للعاطلين عن العمل وتحديدا من فئة الشباب، هي تؤمن وظائف للسوق الخارجية من خلال صفقات التسلح، بمعنى آخر بأنها تؤمن آلاف الوظائف للشركات المصنعة للأسلحة وفق أي صفقة. أيضا أريد تعليقك على هذه النقطة، ما رأيك في ذلك؟ إن كنا نعمل على توظيف عمال وفنيين وخبراء في المصانع، فهذه هم يقدمون لنا أيضا سلاح ندافع به عن مقدراتنا. ولكن أعتقد أنه البطالة في المملكة العربية السعودية وفي دول المجلس بالذات هي بطالة مقننة وليست لا ينطبق عليها مسمى البطالة العالمية. فنحن لا نعرف في كل شعوب العالم أن كل الأعمال يقوم بها المواطن، من الأعمال البسيطة جدا إلى المستوى الخبير والعالم في تخصص ما. في المملكة العربية السعودية لم يكتمل الوعي بهذه الدرجة. وأعتقد أنه في ظل الانفتاح وفي ظل المجلس الاقتصادي والتنموي في المملكة سيعمل أيضا إلى توعية فكر الشباب بأنه يجب أن يبدأ من الصفر، ولا ينتظر أن يداوم في مكتب مكيف أو أن ينتظر إدارة مؤسسة أو شركة أو عمل ما مريح. نحن في المملكة العربية السعودية في دول الخليج لدينا بطالة نعم تتجاوز 10% حسب الأرقام الرسمية، ولكنها في الغالب في قسم الكبير منها للنساء. أيضا لا زال بعض المعوقات العرفية وليست من قبل الدولة تجاوزت عقل المجتمع بمراحل، وبالتالي نتوقع أنه في المراحل القادمة ستصغر الفجوة بين الوعي الفكري للشعب بشكل عام والمستوى طموح الدولة، وسننتقل إلى مرحلة نعتمد فيها على في كل شيء على المواطن السعودي. نعم. نحن الآن بدأنا في مرحلة قوية جدا، وستنتقل لنا الصناعات إما تحويلية أو من خلال الصناعات من خلال خبراءنا وعلماءنا وشبابنا
أنا أعتقد طيب. ليس إلا مرحلة وقتية، ولا تعير المملكة العربية السعودية بهذه النسبة، فليست نسبة حقيقية. يعني هو طرح هذا السؤال لأن هناك يعني مخاوف يتم التعبير عنها إذا كان في وسائل الإعلام أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين السعوديين، الخوف من انخفاض أسعار النفط الخام الذي أدى إلى عجز في ميزانية الدولة، وهو شيء جديد بالنسبة لكل السعوديين، وأيضا ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات وما إلى هنالك، كهرباء على سبيل المثال. كل ذلك يعني يثير بعض الخوف والقلق. من هنا يعني جاءت كل هذه الأسئلة. هل هذه المخاوف يتم أخذها بعين الاعتبار وبالتالي يتم تغطيتها، أم هو فقط الآن الخوف على حدود المملكة وعلى أمن المملكة الداخلي وأيضا السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وإقليميا بشكل عام؟ سيد الشهري. لا يمكن فصل حلقة عن أخرى، وبالتالي نعمل في كل الاتجاهات داخل المملكة العربية السعودية ومع الأشقاء والأصدقاء. ولكن أعتقد أن السعودية مرت بمراحل انخفض فيها سعر النفط ومراحل ضائقة مالية أكثر بكثير في 2008 وبعد حرب الخليج الأولى احتلال الكويت. أيضا أثناء حرب العراق وإيران ساهمت المملكة العربية السعودية بمبالغ هائلة جدا أثرت على اقتصادها، ويمكن أخرت المملكة العربية السعودية عقدين أو ثلاثة من الزمن في التطور. ولكن أيضا في كل مرحلة بفضل الله تستطيع المملكة العربية السعودية أن تتجاوز كل هذه المخاطر. العالم والدول العظمى تعرضت منها أمريكا والصين وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مخاطر كبيرة جدا، وشفنا ما حصل ورأينا ما حصل في أوروبا في اليونان وفي غيرها نتيجة المشكلة الاقتصادية. المملكة العربية السعودية استطاعت أن تتجاوز هذه الأحداث. لدينا صندوق سيادي يعتبر الثالث في العالم أيضا يساهم في عدم الإحساس بالمعاناة في مثل هذه الحالة. أعتقد أنه مرحلة يتحرك فيها الاتجاه إلى أعلى ثم ينحدر إلى أسفل ثم يعود إلى مستواه خلال وقت بسيط إن شاء الله. طيب سيد فرحات، يعني فلنوسع أكثر الموضوع بعد أن تحدثنا يعني داخليا داخل المملكة. نريد أن نفهم يعني سباق التسلح هذا الذي دخلته المملكة العربية السعودية من أبوابها الواسعة والذي زاد أكثر فأكثر في العامين الماضيين، إلى أي مدى من وجهة نظرك سيغير فعليا ميزان القوى إقليميا؟ وهذا ما تريده المملكة العربية السعودية، خاصة وأنها أعلنت أكثر من مرة عبر مسؤوليها ومحلليها بأن العدو الأول والأخير هو إيران، وهي أيضا لديها ترسانة عسكرية ضخمة. يعني أعتقد أن التسلح السعودي في مواجهة إيران يعني بنتائجه وأدى إلى تفوق خليجي سعودي مع دول مجلس التعاون في مجال القوات الجوية على الجانب الإيراني. هذا واضح وليس بحاجة إلى جدل. إنما الجانب الإيراني يقوم بأعمال تسلح لما يسمى الحرب غير المتماثلة. هو يقوم بزوارق صغيرة ويشدد على البحر ويستعمل الصواريخ، ونرى إيران كل فترة تقوم بتجارب إطلاق صواريخ وتعلن عنها، لأن قوتها الجوية ليست بمستوى قوة جوية في مجلس التعاون وخصوصا في المملكة العربية السعودية. المملكة تحاول أن تحافظ على هذا التفوق الجوي والدفاع الجوي، خصوصا في مجال الأنظار والعمليات الجوية والطائرات المتقدمة F-35 F-22 F-18 F-16 في نطاق توازن في الخليج. لكن تبقى العلاقة بين إيران والمملكة العربية السعودية هي علاقة دولتين. يعني اليوم هناك منافسة وهناك حالة خصومة كبيرة إن لم نقل عداء لكن ما يجري من محادثات يعني في الرياض بين وفد من الحوثيين المحسوبين على إيران والوفد من المملكة يدل على نوع من كسر الجليد. يعني هذه دول يمكن أن تكسر الجليد معها، أو ممكن في مرحلة لاحقة أن تتفق المملكة مع إيران بخصوص أسعار النفط. يعني هناك أمور كثيرة بين البلدين، كما يمكن أن يظل الخلاف ناشبا. يعني لا نقول إنما أقول أن الوضع هو بين دولتين. إنما المشكلة الحقيقية تبقى في مواجهة تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، خصوصا أن له امتدادات يعني في بعض الداخل السعودي، ويعني يكلف الحكومة السعودية جهدا أمنيا كبيرا يعني لا يستهان به في ملاحقة هذه التنظيمات الإرهابية. التفوق الجوي ضد إيران يعني واضح جدا. إيران بالأمس أعلنت روسيا أنها ستزودها بصواريخ S-300 دفاع جوي من أجل أن تحافظ على نوع من التوازن مع مجلس التعاون وخصوصا المملكة العربية السعودية في مجال القوات الجوية. لكن أشدد أن الخطر الكبير على المملكة
هو خطر التنظيمات الإرهابية. طيب إذا نتحدث عن خطر التنظيمات الإرهابية قبل أن نتحدث يعني إقليميا، وأيضا ما أعلنته المملكة العربية السعودية مرارا وتكرارا عن مخططات عسكرية يعني للدول الإسلامية وأيضا لدول التحالف العربي، ما يسمى بالتحالف العربي. أريد أن أسألك سيادة العميد الشهري، إذا كان التحدي الأبرز كما يقول السيد فرحات هو في الداخل من خلال تنظيم القاعدة وأيضا داعش، كل هذه الأسلحة التي تشتريها الآن المملكة العربية السعودية هل ستفيد بحرب الشوارع وب يعني التكتيك العسكري والاستراتيجي الذي يستخدمه داعش أو القاعدة من وجهة نظرك؟ لا بد من العودة للوراء. أولا استطاعت إيران مع الأسف، كانت تشكل تحدي للمملكة وليس تهديد، والآن تشكل تهديد أول. استطاعت إيران أن تسحب البساط من عواطف وعقول العرب عن قضيتهم الأولى فلسطين. المملكة العربية السعودية ليس لديها تهديد من القاعدة، استطاعت أن تنتصر عليها بفضل الله. الآن نعاني من داعش، ومعروف مكان وأوكار داعش ومن يدعمها ومن يأويها، وهي إيران. إيران من تدير العراق وسوريا، إيران من تحتوي وترعى قياداتهم في مشهد وفي قم وفي بعض المناطق، أيمن الظواهري هناك. التدريبات معظمها، وأعتقد أنه محكمة أمريكية أبرزت مثل هذه الأعمال في أحداث 11/9 وما سبقها من أعمال في للمدمرة كول ولأحداث استهداف دبلوماسيين في نيروبي. أعتقد أنه إيران الآن تشكل تهديد أول للمملكة العربية السعودية بصفتها دولة إرهابية طائفية. طيب إيران هي التهديد الأول. أعود إلى السؤال الذي أردت أن أطرحه في السابق، ألا وهو المملكة العربية السعودية السيد الشهري أعلنت عدة مرات يعني عن قوات عربية، أعلنت عن ربما تدخل بري في الداخل السوري لحل الأزمة السورية إلى حد ما، أعلنت عن عدة مخططات. يعني حتى الآن نرى تجهيزات، نرى استعدادات، نرى شراء أسلحة، تدريب، ربما يعني عرض القوة العسكرية لدى الرياض وأيضا حلفائها الخليجيين. ولكن أين هذه كل هذه المشاريع التي تتحدث عنها المملكة؟ هذا أيضا يثير علامات استفهام. هل من إجابة لديك؟ لا شك لدينا الجواب. المملكة العربية السعودية ودول التحالف لن تتخلى ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام المخاطر في العراق وفي سوريا. الاتحاد السوفيتي أو عفوا روسيا والاتحادية أدركت ذلك وسحبت جزء كبير من قواتها التحالف العربي لتمرين الإسلامي ولتمرين رعد الشمال وللتأثير القوي لرعد الشمال وللتحالف العربي الإسلامي في البيئة الاستراتيجية الدولية والإقليمية. أثر واضح، وبالتالي ذهب كيري إلى موسكو، اتفقوا على أن تنسحب جزئيا روسيا وأن يكون هناك الخطوة متقدمة إلى السلام. وقد وضع ديمستورا مبعوث الأممي في الشام ورقة عمل وأرضية ناجحة، ولكن مع الأسف الشريك غير مناسب. بشار الأسد غير مناسب في هذه المرحلة لأن يقول نعم للشعب السوري. يجب أن يتنازل الشعب السوري أكبر من بشار، ولكن مع الأسف لا يملك الإرادة في طهران، وهذه واضحة للعيان. طيب ولكن المملكة يعني قبل أن أنتقل إلى ضيف السيد فرحات فقط يعني تعقيب، المملكة أعلنت عن تدخل بري ومن ثم تراجعت، وبعد ذلك أعلنت عن قوة عربية مشتركة وتحمس لها الجميع من بينها مصر ودول أخرى على الرغم من رفض العراق لها، وبعد ذلك اختفى هذا المشروع. يعني أريد تعليق حول هاتين النقطتين منك، يعني فقط رأيك حول هذه النقطتين. إذا لم تنجح الأمم المتحدة فسترون إن شاء الله قوات عربية وإسلامية لتطهير الشام من ظلم بشار ومن مطايا إيران في تلك المنطقة وفي غيرها بحول الله. ما رأيك سيد فرحات؟ والله أنا يعني سيادة العميد حسن يعني يوحي بكلامه أن ممكن المملكة العربية السعودية أن تكون هجومية. أنا لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي بصدد التحول من الدفاع إلى الهجوم، ولكن شاهدنا ذلك في اليمن أليس كذلك؟ بتعزيز قواتها العسكرية. نعم، حتى اليمن هو حديقة خلفية يعني أكثر ما هو، ليس مثل سوريا. يعني الهجوم على سوريا يتطلب احتلال الأردن وأقسام من العراق يعني قبل الوصول إلى سوريا. يعني هذا أمر كبير جدا يعني يعيدنا يمكن إلى الدولة السعودية الأولى في القرن ال19. لكن دعنا من التاريخ.
لا أعتقد أن قيادة المملكة بصدد هجوم عبر الخليج باتجاه البر الإيراني، ولا أصلا التقدم باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية والعراق. أعتقد أنها تحافظ بأمنها القومي وتحافظ على مستوى التسلح، و يعني تردع أي محاولة إيرانية تراها محتملة من أجل الهجمات عليها. وهي أيضا يعني لا تهمل موضوع الاتصالات مع الحوثيين، وأقول ربما في المستقبل القريب حول أوضاع أسعار النفط، لأن هذا موضوع يمس الاقتصاد السعودي والاقتصاد الإيراني أيضا، وربما كان هناك مصالح مشتركة للفريقين يعني ممكن أن يجتمعا فيه بشكل من الأشكال. لكن التحول إلى الهجوم، أنا أخالف رأي سيادة العميد حسن. المملكة لن تكون هجومية مهما كان السبب. لماذا من وجهة نظرك لن تكون هجوميا؟ عدا يعني صعوبة يعني الوضع الجغرافي وما إلى ذلك. نعم. ليست صعوبية. الأدبيات السياسية حتى الآن ليست هجومية. طبعا المملكة تعارض النظام السوري وتعارض بعض الناس في العراق وتعارض في مناطق عديدة وتدعم معارضات، لكنها أن تحرك جيشها عبر أراضي دولة ثالثة باتجاه سوريا، لا أعتقد أن الموضوع يعني سياسيا يعني هو صعب، وعسكريا مكلف جدا. يعني هناك مساحات واسعة ومسافات شاسعة للتقدم، وإذا كان انتقال بحرا يلزمه أشهر. يعني هناك مصاعب كبيرة جدا. وما هو المردود؟ يعني هل النصر يتحقق؟ يعني هل هو مضمون؟ لا أعتقد أنه مضمون. ندع السيد الشهري يجيب على هذه النقطة. هل ما زالت السياسة الخارجية هي سياسة دبلوماسية احتوائية أم هي بالفعل هجومية الآن؟ أولا أنا أود التذكير لك ولسعادة العميد، هو ذهب بعيدا قليلا إلى الخلف، ولكن هذا لم أقصده. أنا أقول أنه في قوات عربية وإسلامية، أنا لم أتحدث أنه قوات سعودية. الموقف في سوريا يجب لنعرف الحقيقة أن نطرح سؤال: هل بشار الأسد إرهابي أو غير إرهابي؟ هل إيران إرهابية أو لا؟ وبالتالي التحالف العربي والإسلامي قام ضد الإرهاب بكل أشكاله، وعليكم أن تفصلوا أنتم كما يحلو لكم. شكرا لك السيد حسن ظافر الشهري. أشكرك سيادة العميد أيضا السيد إلياس فرحات. مشاهدينا الكرام، للأسف انتهى الوقت. الموضوع جدا شيق وطويل. إلى هنا نأتي إلى الختام. كانت معكم ديما ترحيني، تحياتي.